بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جلسة طارئة بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر عقب مباراة كرة القدم بين فريقي المصري والأهلي باستاد بورسعيد. السادة الأعضاء، قضت مصر ليلة أمس ليلة عصيبة. ليلة أمس نام العالم آمنا مطمئنا، وقضت مصر ليلتها تبكي قتلاها وتداوي جرحاها. قضت مصر ليلة حزينة، ليلة فجرت لدى الشعب كله مشاعر الحزن والأسى، استعادت بها ذكرى الليالي الأولى من الثورة التي مرت ثقيلة. فقدت مصر في تلك الليلة الحزينة العديد من أبنائها، وأصيب العديد من أبنائها الشباب الذي تعول عليهم مصر الكثير في بناء ما خربته وهدمته الأيدي الآثمة. فقدنا شبابا وأصيب آخرون في أحداث مؤسفة، بل مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة. مجزرة وقعت باستاد بورسعيد عقب انتهاء فريق الأهلي والمصري من أداء مباراة كرة القدم بين الفريقين. المجزرة راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 70 قتيلا ومئات المصابين. المجزرة كما رصدتها عدسات المصورين وروايات شهود عيان كانوا موجودين بالاستاد، يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم يصل إلى حد الإخلال بواجبات الوظيفة، حيث كان التواجد الأمني هزيل، ومن تواجد منهم اكتفى بالوجود الشرفي ولم يباشر مهامه التي تقتضيها واجبات الوظيفة. وغياب التنظيم المنضبط لمثل هذه المباريات رغم تكرار هذه الأحداث، وإن كانت بصورة أقل حدة خلال هذا الموسم الرياضي. وهناك تحذيرات انطلقت قبل المباراة بوقت كافي تنبه إلى احتمالية وقوع هذه الأحداث، وأيضا تخوفات لمواطنين بثت في مواقع وصحف عدة، فضلا عن الظرف الأمني العام الذي تمر به مصر منذ انطلاق الثورة. كل هذا لم يفلح في تنبيه جهاز الأمن لكي يقوم بواجبه. السادة نواب الشعب، إنما مرت به مصر ليلة أمس ليس حادثا مفردا أو عابرا، بل يقع ضمن سلسلة من أحداث كثيرة، وإن أطلت على مصر برأسها الشيطاني بصور شتى. وعلينا يا نواب الأمة أن نقرأها في إطارها العام، وعلينا يا نواب الأمة أن نقرأها في إطارها العام، في إطار المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر منذ الثورة. إن ثورتنا في خطر عظيم، وأنتم قد انتخبكم الشعب لتكونوا حرسها الأمين. إن ثورتنا في خطر عظيم، وأنتم قد انتخبكم الشعب لتكونوا
حرسها الأمين. السادة الأعضاء، تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 259 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن للرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. وبناء على ذلك قررت أن أدعو أعضاء المجلس الموقر إلى جلسة طارئة صباح اليوم ترتيبا على هذه الأحداث المؤسفة لمناقشة الحكومة أمام الشعب عن هذا الحدث الجلل الذي مرت به البلاد أمس. وأود أن أنوه أن مجلس الشعب لم يسبق له أن عقد جلسات طارئة منذ أكثر من 40 عاما مضت. وقبل أن نشرع في أي إجراء في هذه الجلسة أدعو المجلس الموقر إلى الوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء. السادة الأعضاء، سوف تبدأ المناقشة في هذا الموضوع، وسوف تتم المناقشة. رئيس لجنة الشباب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لأني أصدرت تعليمات لهم بالأمس أن يعقد اجتماعا مشتركا للجلستين لمناقشة الموضوع، فسوف نبدأ بهما ثم ببقية الأعضاء حضراتكم طالبي الكلمة. وأود أيضا في هذا المقام أن أشكر السادة أعضاء المجلس الموقر الذين استجابوا وفورا لهذا الواجب، وبعضهم عاد من الطريق أثناء سفره إلى محل إقامته ليقوم بهذا الواجب وليؤدي هذا الواجب الوطني، فلكم الشكر جميعا على هذه الإجابة. يتوقف البث الإعلامي لهذه الجلسة حتى يتوقف وتذاع مسجلة. يتفضل رئيس لجنة الشباب، يتفضل هذا شأن. نأخذ الموافقة. اجلس ونأخذ موافقة المجلس. نأخذ موافقة المجلس على ذلك. لا يمكن. فليجلس السادة النواب. السادة النواب، سنأخذ رأي المجلس على ذلك. اتفضلوا. نأخذ رأي المجلس. اجلس مكانك، انا اعرف ادير الجلسه.
سنأخذ رأي المجلس. سنأخذ رأي المجلس. اجلسوا حتى نأخذ رأي المجلس. هل هذه هي الديمقراطية؟ سنأخذ رأي المجلس. سنأخذ رأي المجلس على ذلك. لا بد أن نحترم رأي المجلس. لا بد وأن نحترم رأي المجلس. فلتتفضلوا بالحضور حتى نأخذ رأي المجلس. السادة النواب تفضلوا بالجلوس حتى نأخذ رأي المجلس. اتفضلوا بالجلوس حتى نأخذ رأي المجلس. سنأخذ رأي المجلس. أنا لا أستطيع إلا أن أخذ رأي المجلس على هذا القرار. لا أن أستطيع أن أبدأ الجلسة قبل أخذ رأي المجلس. فإذا وافق المجلس سأزعل، بس سأحترم رأي المجلس. أنتم أقسمتم على احترام اللائحة. لقد أقسمتم أيها النواب المحترمون، لقد أقسمتم على احترام الدستور واحترام اللائحة والقانون. اتفضل اجلس. اتفضل اجلس. اتفضل اجلس. حينما يتحدث رئيس المجلس لا تقاطعه. يا أستاذ محمد منير، إذا تحدثت سأطبق عليك اللائحة. سأطبق عليك اللائحة. فلتنصت رئيس المجلس. السادة الأعضاء، الموافق على بث الجلسة يتفضل ورفع يده. وافق المجلس. بس انتهت القضية.